في الفيديو ال21 من كورس الجبس المجاني الموجود على قناتي هنتعلم نقطة مهمة كلكم سألتوني عنها، وهي طريقة تعطير الجبس. ازاي نقدر نعمل قطعة من الجبس شكلها حلو وكمان ريحتها حلوة. هنعمل ده كله بالتفاصيل في الفيديو ده ان شاء الله بطريقتين، وكمان هنستخدم قوالب جديدة هتعرفوا الطريقة وتعرفوا كل حاجة خلال الفيديو. كملوا معايا الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل. معاكم تسبيح ويلا بينا. طبعا هنحتاج جبس وكوبايه فاضيه وكوبايه فيها ميه. هنحتاج القوالب بالقطاعات الحديد اللي ظاهره قدامكم دي، وهعرفكم هنعمل بيها ايه، وكمان الوان مايكا، وكمان مركزات الوان. وشايفين القطعه اللي في ايدي دي صلصال حراري، تقدروا انتوا تستخدموا بدلها صلصال اطفال، تقدروا تستخدموا مسدس الشمع، السيليكون اللي انتوا عاوزينه. وهستخدم طريقتين للعزل هنا، مره هنعزل بالفازلين ومره هنعزل بالبيبي اويل اللي هو بتاع جونسون بتاع البيبيهات. خلاص. طيب انا دلوقتي قررت ان انا اعمل معاكم التجربه دي، واول مره استخدم القوالب دي في الجبس. بس اولا هما شبه كنزات البيبس جدا، واحنا اوريدي عملنا بيهم تجربه قبل كده مع بعض، فتوقعت ان التجربه دي هتنجح. بس كانت المشكله هنا ان احنا لما هنحطه على المشمع او على الترابيزه الجبس هيعدي من تحت، وعشان كده جات لي فكره ان انا اقفل عليه بصلصال، اقفل عليه، كل واحد يقفل بالطريقه اللي هو عاوزها. المهم ان احنا عايزين نقفل المكان دوت عشان ما يطلعش منه الجبس، وبعد كده عايزين نخلط الجبس بتاعنا. في الفيديو دوت هنتعلم مع بعض طريقه التعطير بطريقتين، وكمان هنتعلم مع بعض ازاي نستخدم القوالب اللي هي القطاعات الحديد دي، متوفره بقى في كل حته. تعالوا نعمل مع بعض الجبس. فطريقة الخلط اللي انا هشتغل بيها وهي مقدار مية لمقدارين جبس. طبعا بنحط المية الاول ونبدأ نرش عليهم الجبس بتاعنا لغاية ما الجبس ينزل لتحت. نبدأ بعد كده نقلب. واللي عايز يعرف تفاصيل اكتر عن خلط الجبس والنسب وكل الكلام ده، شوفوا ال20 فيديو اللي فاتوا، هتلاقوا فيهم كل التفاصيل من اول ما نقول احنا عايزين نشتغل جبس، طب نجيب ادوات ايه وكل التفاصيل دي. خلاص. دلوقتي انا هحط نقطة صغيرة جدا من الوان مركزات الالوان. انا جايباها منين؟ انا جايباها من محل بويا. خلاص. نقطة صغيرة جدا، وانا كنت اتمنى ان تبقى النقطة اخف من كده، او يكون عندي الوان مختلفة تانية. الصراحة انا بعد ما عملت اللون دوت ما عجبنيش، بس انا كملت معاكم التجربة بس عشان اوريكم اللي انا عملته او طريقة التعطير وخلاص. معلش كانت الكاميرا مش على الشكل بالظبط. انا طبعا يا جماعه علشان اشتغل الموضوع دوت، فانا بجد سارقه الوقت ده بالعافيه من البيبي جدا يعني. فصراحه ما قدرتش ان انا اضيع الشغل اللي انا عملته، فقلت خلاص نعمل تجربه على دي ونعمل تجربه على التانية. اوكي، واحده تانية هعملها معاكم. بصوا بقى، انا هنا قبل ما تجف طبعا لازم تبقى طريه لسه، علشان احنا بنغرز الورد فيها، فالجبس لما ينشف يمسك الورد. انا هنا معايا ورد حقيقي مجفف، ومعايا ورد المجفف عارفين اللي هو بيبقى بريحه في اكياس، وعايزه ابدا ارسم. فكنت هنا انا قاعده بفكر رسوم ازاي، بس صراحه اللون ما عجبنيش مع الورد دوت، ما عجبنيش مع الشكل ده. بس زي ما قلت لكم انا بالنسبه لي كنت عايزه يعني انقل لكم الطريقه والفكره ونجرب مع بعض القطاعات، لان انا عمري ما شفت حد اشتغل فيها خالص، فجت في دماغي فقلت اعملها معاكم. فمعلش استحملوني بقى لو الالوان ما ظبطتش يعني. خلاص. زي ما انتوا شايفين انا كنت برص بسرعة علشان الحق الجبس قبل ما ينشف، لان لو الجبس نشف خلاص كده راح الموضوع. الا بقى لو انتوا ناويين تلزقوا باوهو ولا تلزقوا بايبوكسي، تلزقوا باي لزق فوق الجبس ممكن طبعا، بس طبعا الافضل والاحسن ان انتوا تغرزوهم جوه. شايفين هنا انا جبت عصيان من بتاعه الشيش طاووق وغرستها فيها علشان اعمل خرم. مالكمش دعوه بالفراشه اللي كنت بعملها على جنب. بصوا بقى الطلوع، الصراحه انا جربت دلوقتي بالبيبي اويل، وبعد كده هجرب معاكم فازلين. صراحه الفازلين احسن كتير من البيبي اويل، بس البيبي اويل طلع برضو، بس هو برضو عشان تبقوا عارفين ان في الحالتين القطعات دي فيها مجهود شويه، يعني نطلعها بشويش، مش زي طبعا لو عندكم قالب سيليكون بيطلع فريره، انما لا ده بياخد مننا وقت شويه، فمفيش مشكله ان احنا نستنى لما القطعه تنشف، لو مثلا ساعتين ونص، فرنج ده بيعتمد برضو على الجو اللي انتوا فيه. وبعد كده لما نطلع
القطعة نطلعها بشويش قوي عشان نضمن ان هي ما تتكسرش. ودي كانت اول قطعة طلعت. شايفين العصيان الخشب، انا طبعا هشدها من هنا علشان ايه، اخلي الخروم بتاعتها. طيب تعالوا نعمل التجربة التانية وهي بالفازلين. وهنا بقى جبت زيت عطري خلاص علشان احطه معايا في الخليط، ومعايا برضو الصلصال اللي هلف بيه، ومعايا ورد. هو ده الكيس اللي انا بقول لكم عليه. خلاص انا يا جماعه هي فكره طقت في دماغي وقلت انقل لكم الفكره والتجربه، بس ما كنتش صراحه مخططه قوي ولا مجهزه ورد، ولا عارفه مثلا انا احط ورد الوان ايه، فسامحوني يعني لو التشكيله ما كانتش فظيعه. اوكي، المهم الفكره انها تكون وصلت لكم. دلوقتي انا جبت حته فازلين وهمسح بيها القطعه بتاعتي كلها من جوه علشان اضمن ان انا اقدر اطلع الجبس. وبعد كده هلف حواليها برضو الصلصال الحراري. تقدروا انتوا تستخدموا صلصال اطفال، تستخدموا عجينة سيراميك، تستخدموا مسدس الشمع، تستخدموا اللي انتوا عاوزينه، سيليكون اللي انتوا عاوزينه. خلاص، وهسيبها برضو كده وابدأ اخلط الجبس بتاعي. انا برضو هخلط هنا معلقة او معيار يعني مية مقابل ليه معيارين من الجبس، ونقلب حلو. انا هنا بقى قررت ان انا استخدم، انا بصوا انا حسيت اللون اللي فات ده زاهق قوي وتقيل وكده وما عجبنيش، فقلت اجرب لون خفيف. بس هنا كمان انا هحط مع الخليط وانا بخلطه الزيت بتاع التعطير. الزيت التعطير يا جماعه اولا علشان نعطر القطعه حلو في طريقتين. دي اول طريقه وهي ان انا هحط زيت التعطير مع الخليط واقلبه كويس قوي. كل ما كان الزيت العطر بتاعك ده اصلي او تقيل او ريحته باينه، كل ما الريحه قعدت في القطعه. كل ما كان بقى مغشوش واي كلام، كل ما الريحه طارت من القطعه. خلاص، دلوقتي بقى انا قررت اعمل لون خفيف. فاللي شاف معايا الفيديو بتاع الالوان السبعة هيعرف ان الوان المايكا كانت مدية تأثير خفيف، وكمان في بعض الاماكن كان اللون مطرقع فيها، فحسيت ان ده ممكن يكون الشكل الحلو اللي انا عاوزاه. وزي ما انتوا شايفين كده ايه، عملتها بالوان المايكا. وممكن تخبطوا شويه على الترابيزه عشان تحاولوا لو في فقاقيع تمشي، لان طبعا ما نقدرش نحرك. انا عن نفسي ما اقدرش احرك لان انا عملتها على مفرش اللي انا فرشاه على الترابيزه. ممكن انتوا تكونوا جايبين غطا علبه وحاطين عليه لازقينها عليه وتقدروا تحركوها براحتكم. بصوا انا هنا بقى احترت كتير زي ما قلت لكم، انا ما كنتش مجهزه ورد ولا عارفه انا هعمل ايه ويا ترى شكلها هيطلع ايه ويا ترى التجربه نفسها ناجحه ولا لا. المهم زي ما تشوفين انا فضلت احط ورد، وبعد كده هتلاقوا الورد ده اساسا اتشال اللي هو الموف الاصفر ده، انا شلته وعملت الوان تانية خالص. خلاص استنيناها لما نشفت وشلت من عليها الصلصال وكل اثار الجبس اللي هي لو في حاجه عدت يعني، وهنبدأ نطلعها بشويش جدا. برضو حطيت فيها العصاية فوق عشان لو حبيت بقى احط فيها علقة نعلقها في الدولاب وتعمل ريحة، نعلقها في العربية زي ما انتوا عاوزين. لو انتوا متابعين جداد ودخلتوا الفيديو بتاعي بمليون في المية شدتكم مشروع الجبس وحابين تعملوه، في 20 فيديو فاتوكم بجد تحفة وتقدروا تعملوا منه مشروع جبس ناجح من البيت، بس ما تنسوش تدعولي. خلاص زي ما انتوا شايفين انا طلعت القطعة بتاعتي، وادي القطعة التانية شايفين شكلهم طلع حلو ازاي. انا حابة الفتحة عن الغامقة، بس طبعا قولوا لي رأيكم. جبت الكتر وبدأت اشيل في الاطراف شوية، يعني انا ما صنفرتش لان عاجبني شكلها كده. طيب ممكن حد يسألني هنعزل ولا مش هنعزل؟ انا عن نفسي ما عزلتش. حلو، انا كنت جايباهم بس فكرت كتير، بس انا ما عزلتش عشان احنا لو عزلناهم ما هي القطعة كده مش هتطلع ريحة، هنقفل المسام بتاعها هتطلع ريحة ازاي؟ فلا انا ما عزلتش. ولو حابين تعزلوا يبقى طبقة واحدة خفيفة مش 3 طبقات زي ما احنا متعودين. طيب الطريقة التانية بتاعت التعطير ايه؟ ان احنا ندلق من الزيت العطري على قطعة الجبس على طول، وهتلاقوا ان قطعة الجبس هتمتص الزيت العطري ده وهتنشف، وما يضرش ان احنا كل فترة كده نروح. ولو انتوا مثلا هتشتغلوها وتبيعوها فممكن تحطوا معاها ازازه صغنططه كده الناس تقدر تعطر منها القطعه. الفكره حلوه جدا وتقدروا تعملوا منها مشروع مربح وجميل ان شاء الله. وبكده اكون خلصت معاكم القطعه بتاعتي، وهبدا احط فيها شرايط ستان عشان نقدر نستخدمها علقه في العربيه، تستخدموها في الدولاب تعطر الهدوم، هتبقى حلوه جدا وهتعجبكم. وكمان الورد اللي جواها ده يا جماعه مدي ريحه حلوه جدا، اللي هو الورد
المجفف اللي بيبقى في الاكياس. حاولوا بقى توفقوا ريحة الزيت العطري مع ريحة الورد، ده هتقويه بكتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تنسوش تعملوا لي لايك وتشجعوني، ولو انتم متابعين جداد فنورتوا القناة عرفوني بتتابعوني منين. تنسوش تشوفوا كل الفيديوهات بتاعة الكورس. استنوا فيديو جديد، سلام عليكم.